النهارده ان شاء الله بنشرح الدرس الاخير، درس المسائل ودرس القوانين، ودرس ممتع جدا هنتكلم فيه على قوانين فاراداي. خلاص عرفنا ان في علاقه طرديه بين الكهرباء وبين الكتله. كل ما ازود كهرباء كتير يترسب مني ايه؟ كتير يترسب مني حبه ايه؟ حلوين، حبه كتار كده، ماشي. طب هي كمية الكهرباء دي اللي هي وحدتها الكولوم دي بتساوي مين في مين؟ قال لك بتساوي التيار في الزمن، شدة التيار فين؟ في الزمن. لو عايز احسب كمية الكهربية بدل ما يدي لك كمية الكهربية مباشرة، لا يا عم هدي لك شدة التيار وايه؟ والزمن. اروح انا اقدر اضرب مين؟ التيار في الزمن، اطلع مين؟ كمية الكهربية. يبقى كمية الكهربية الكيو، كيو كمية، كيو كمية بتساوي مين في مين؟ التيار في الزمن، التيار اي والزمن ايه؟ تي. فقلنا لو عايز كميه كهربيه تيار في زمن اي تي، لو عايز كيو اي تي، لو عايز كيو اي تي يبقى الكيو بتساوي اي تي. طب لو عايز الاي، اصل في مثلا هيطلب منك التيار اقول له الكيو على الاي على التي. طب لو عايز الزمن اقول له الكيو على الاي. يبقى الكهربائيه والتيار والزمن، كهربائيه تيار زمن، كهربائيه تيار زمن، الوحدات طبعا الكهربائيه بالكولوم، التيار بالامبير، والزمن بالثانيه. الزمن امتى الكولوم يساوي التيار بالامبير؟ امتى الكولوم بيساوي الامبير؟ لو الزمن ايه؟ 1 ثانيه. يبقى الكولوم ده بيساوي الامبير لو الزمن ايه؟ 1 ثانيه. يبقى عندما يكون الزمن 1 ثانيه كميه الكهربيه هي شده مين؟ التيار. نفس الرقم، نفس ايه الرقم. ماشي يا عم، خلاص يا عم، الكلام ده كلام ايه؟ بسيط. اشوفكم على خير، سلام يا غالي.